نتعب ونشقى ونروح ونيجي ونلم العيدية ونستحمل التلزيق والريحة وكل حاجة، كل ده في مقابل ان احنا بناخد العيدية. والانجاز الوحيد اللي بيحققه الاطفال وبيبقى فرحانين جدا بتحقيق هذا النجاح الباهر، وفي لحظة من اللحظات ينط كائن من الفضاء باراشوت ياخد العيدية ويصادرها بحجة هحوشها لك مصروف، هعمل لك اللي انت يا ستي. انا متعود وعارف، انا عارف اجيب حاجة لنفسي، ولكن تتحطم كل هذه الامنيات بوجود جزمه ممكن تتلف في وشك، فتقرر اللي انت تسكت لانك في النهايه هيبقى منصوب عليك وفي النهايه مظلوم وهتتضرب بالجزمه. لا استوب، كفايه، ونبقى محطمين نفسيا من جوانا ونكتفي بقول منوره يا حاجه، مرحب يا ست الكل، وينتهي فصل من فصول الحكايه العيديه. احنا عندنا مشكله جوهريه مع عيالنا ان احنا ما بنديهمش الثقه، ودايما شاكين وعندنا سوء نيه في كيفيه تصرفات، وان هم دايما هيتصرفوا بطريقه عشوائيه ومش كويسه. احنا ولا بنمهد لهم الطريق ان هم يتصرفوا، ولا بنديهم حريه ان هم يتصرفوا من نفسهم، لا بنكتفي ان احنا بنصادر الفلوس ونعملها، واحنا اللي نبقى مسؤولين عن كل حاجه. يطلع عيل ما عندوش قرار من جواه، يطلع عيل مش عارف يخطط حياته، مش عارف يعمل حاجه. ممكن احنا بقى عن طريق العيديه الصغيره دي ان احنا نستثمر في اولادنا. انا هقول لك على شويه نصايح صغيره، مش هطول عليك عشان النهارده الوقفه وبكره العيد، كل سنه وانتم طيبين. بص يا عم الناس، بص يا ست الكل، احنا بقى ممكن بالعيديه المبلغ الصغير ده ان احنا نعمل عمليه استثمار، بس في مين؟ في ولادنا. احنا دلوقتي بناخد العيديه من الاولاد. اغلبيه الناس اللي بيطبقوا النظريه دي اللي هم الناس الفقراء او المتوسطين او اعلى من المتوسطين. طبعا انت عارف ان المبلغ الصغير دوت مش هينقلك من طبقه لطبقه، وانت يا ست الكل المبلغ ده مش هينقلك وهيعمل لك اللي انت عايزاه خالص، ولا يجيب لك الميكروويف ولا الاير فراير ولا الكلام من ده كله. بس هي الفكره كلها ان احنا ازاي نستثمر في ولادنا وننقل ولادنا بقى من مكان لمكان تاني خالص. احنا خلاص راحت علينا، نبدا نمسك في العيل بقى، هو ده اللي هيفيدنا في المستقبل وهينقلنا ان شاء الله من حته لحته ثانيه خالص. ازاي بقى؟ اول حاجه، احنا دلوقتي عندنا فكره غلط عن العيل، ان العيل هيجيب كل حاجه بيعوزها اكل وشرب. احنا دي فكرتنا عن العيال عندنا في مصر، ان العيل بياخد الفلوس بيروح يجيب اكل وشرب. هل انت كأب او ام، هل انت عملتي مقارنه للولد مثلا في حاجه تانية غير الاكل والشرب عشان هو يقرر اكل وشرب؟ هو بيكرر عشان احنا ما حطيناهوش في اي حاجه مفضله بالنسبه له. لا، العيل ما بيحبش الاكل والشرب وهو ده الحاجه الاساسيه بالنسبه له، هو بيلجأ ليها لان في فراغ من الناحيه الثانيه. طيب احنا دلوقتي لو جبنا شويه صحاب او شويه عيال بيلعبوا وجبنا ابنك وقلنا له اقعد هنا كل، الولد هيعمل ايه؟ هتفضل عينه باصه على اصحابه اللي هم بيلعبوا وعايز ينط يلعب معاه، وممكن يسيب الاكل عشان يلعب معاه. يبقى هنا الولد ما ارتبطش بالاكل، لا ارتبط باللعب. طيب لو مسكت موبايل ومسكت كتاب، الولد هيفضل اهله، ساعتها تقرري عشان انت عملت مفاضله للعيل في الحاجتين. انا افضل اعمل اختيارات مع ابني في المجال دوت لحد ما اوصل للحاجه اللي هو بيحبها والحاجه اللي هو موهوب فيها. حتى لو لعبه بيعرف يلعب كوره، اروح اجيب له كوره، استثمر في رجله. ما احنا شايفين لعيبه الكوره عامله ازاي. الواد بيحب يقرا، اجيب له الكتب اللي هو عايزها، هستفيد منه، يطلع كاتب ولا مؤلف ولا سيناريست ولا مخرج، ايا كان اللي هيطلع فيه. المهم انا بحطه في المكان اللي هو عايزه. ليه في الموبايل والكلام من ده كله اخليه يستخدمه، واجيب له موبايل كمان جديد حتى لو بالتقسيط، بس في سبيل ان انا احطه في حته هو بيحبها، وفي نفس الوقت حته هو هيستفيد منها قدام في المستقبل. يعرف بقى مونتاج، يتعلم لغه، يتعلم اي حاجه في البرمجيات، يتعلم ايا كان. المهم انا بحطه في المكان الصح اللي هو يتناسب مع رغباته، وفي نفس الوقت يتناسب معايا انا كأب عايز احافظ على ابني، وفي نفس الوقت بستثمر في ابني لما يكبر يبقى في النهايه معاه صنعه. الصنعه دي بقى هوايه، الصنعه دي لعبه، الصنعه دي مهاره، الصنعه دي ايا كان، حتى لو شغل على الكمبيوتر، اللاب، ايا كان الحاجه اللي هو معاه، اصبح معاه صنعه ممكن يستفيد منها ويستثمرها في المستقبل. ولازم اقول لك على حاجه الصغيره اللي قد كده مع ابننا لما بنرويها وبنستثمرها بتكبر بطريقه كبيره. فهو ده الدرس اللي انا نفسي تستفيد بيه. والله العيديه ما هتزودكم، بس هتزود ابنكم كتير قوي، وهتخلي من جواه عنده قرار من جواه ان هو يفكر يطور في نفسه. يعني انت لو حطيته على اول الطريق انسى، بعد كده هيقول لك يا بابا او يا ماما انا هحوش عشان
عشان اعمل كذا، عشان يوصل للمستوى الاعلى منه ويطور في نفسه ويطور في اداء، لانك بصيت وطورت فيه وحطيته في المكان الصح. اوعى تستقل بعقليه ابن، ولو لقيت ابنك مش عارف يعبر عن نفسه انت حاول تفهمه وتوريه الدنيا عامله ازاي. حاول تحطه قدام اختيارات، بتحب دي ولا دي، عايز دي ولا دي، وتشوفه وتراقبه وتشوف اكتر حاجه هو مرتبط بيها ايه، وتحاول تمسك فيها بسنانك، لان هو ده الطريق بالنسبه لك اللي انت تنجي ابنك في الدنيا دي. ربنا معاك، كل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.